السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني واخواتي في كل مكان في الوطن العربي، كل الحب والاحترام والتقدير. النهارده عندنا حدث مهم جدا عايزين نتابعه مع بعض في هاني في المغرب. هاني وصل المغرب علشان يتكلم عن احداثها ويتكلم عن تفاصيلها ويتكلم عن ما هو صادر وموجود وينتشر على محركات البحث. فوق محركات البحث نبحث عن الترند دائما، نبحث عن ما هو فعلا يخص المجتمع المغربي والمملكة المغربية الشريفة. ولكن في حدث النهارده كان الأغرب من نوعه، يتحدث كثير جدا عن دول العالم من كل الأنحاء الأوروبية والغربية عن المجتمع المغربي. وهنشوف النهاردة في فيديو غريب من نوعه ومختلف تماما عن أي فيديو قدمناه لحضراتكم في السابق، ولكن النهاردة كان مختلف تماما. هنسمعه مع بعض، وقبل ما نسمعه أتمنى من إخواتنا وأشقائنا وحبايبنا أن هم يدعمونا باللايك والمشاركة وكتابة رأيهم. رأيك مهم، مش أنا بس اللي هشوفه، هيفيد كل الناس اللي هتتابع الفيديو معانا بإذن الله. تعالوا مع بعض نسمع التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. نعم سيدي، عزك الله وأدام نصرك. بعد الإذن المولوي السامي تتقدم بين يديكم الكلمتين الطفلة هجر المرابط لتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وهي الفائزة بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، وهي من مدينة تطوان وتبلغ من العمر 11 عاما. الله يبارك عمو سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم.
تتقدم القارئة الطفلة هاجر المرابط الفائزة بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله للسلام على أمير المؤمنين وتسلم الجائزة من جلالته. تعكس هذه الجائزة العناية السامية التي وليها أمير المؤمنين لحافظة كتاب الله. يا أمير المؤمنين أبو الطفلة القارئة هاجر المرابط الفائزة بالرتبة الأولى وطنيا في مسابقة محمد السادس القرآن الكريم في حفظه وتجويده وترتيله للطفل الحافظ. نحمد الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا على هذا التتويج وعلى هذا الفوز، فله الحمد كله. ثم ثانيا أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير لملكنا الملك محمد السادس أمير المؤمنين حفظه الله ونصره، وعلى الاهتمام الذي يقدمه لحملة القرآن وأهل القرآن، فجزاه الله عني وعن أهل القرآن خير الجزاء. حقيقة عندما نجحت في مسابقة المندوبية الإقليمية بتطوان أحسست بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. نعم سيدي، عزك الله وأدام نصرك. بعد الإذن المولوي السامي تتقدم بين يديكم الكلمتين الطفلة هاجر المرابط لتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وهي الفائزة بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، وهي من مدينة تطوان وتبلغ من العمر 11 عاما. الله يبارك عمو سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم مره تانية ونتمنى نكون اسعدناكم. اهلا بكم مره تانية ونتمنى نكون عند حسن ظنكم. اهلا بكم واهلا وسهلا بكل اخواتنا وحبايبنا اللي اول مره يتابعونا وبيشرفونا بكلماتهم الطيبه الرنانه، بتفاصيل بيتكلموا عنها، بمواقف بيوضحوها لكل اللي بيتابعونا في الفيديو او في القناه بتاعتنا. بجد عاجز عن شكركم يا احلى اخوات في الدنيا. شكرا ليكم، شكرا بالزاف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.